وفيديو جديد وفيديو النهارده جايبه لكم فيه تو برودكتس هعمل لكم فيهم كويك ريفيو او مقارنه سريعه جدا ما بين التو برودكتس دول. البرودكتس دول هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه بالظبط، وهو تقريبا عشان كده انا قررت ان هما تقريبا واحد منهم هو البديل المصري للبرودكت المشهور جدا جدا اللي هو The Ordinary Peeling Solution. اول حاجه احنا ليه بنستخدم تقشير؟ ده اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده عن الموضوع ده. التقشير حاجه مهمه جدا 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 للبشره، واتكلمت في فكرة المراية اللي هي كل ما بيتكوم عليها التراب هتبص تلاقي لمعانها والجلو بتاعها قل. فكل ما هتعملي تقشير الجلد الميت بتشيليه، بتنضفي البورز من جوه، بتسمحي اصلا للبرودكتس الجديدة او المنتجات الجديدة اللي تحطيها على بشرتك ان هي تمتص الحاجات الاكسده، الحاجات الجلد الميت، الحاجات دي كلها بيشيلها، فبيسمح لنضاره الوش ان هي تبان. تو برودكتس دول واحد منهم اللي هو ذا اورديناري وده اتكلمنا عليه كتير قوي، والديرميسي دي شركة مصرية بدأت تنزل برودكتس كتير وبتنزل كمان اوفرز كتير. كان في النوفمبر طبعا عشان البلاك فرايداي كان الدنيا متبهدلة خالص. الاتنين شبه بعض بشكل غير طبيعي، يعني الاتنين ممكن تقدري تقولي ان ده البديل بتاعه، فانا حبيت اقارنهم لكم عشان في الاخر انتوا تقرروا اذا كنتوا هتروحوا للبديل المصري ولا هتكملوا مع الكندي. خلينا نقول في اول حاجه ان في حاجه طبعا هتحسم الموضوع من الاول، ان احنا طبعا مقاطعين المنتجات. فانا بالنسبه لي انا مقاطعه، ده كان اخر شويه موجوده جوه البرودكت، وانا تقريبا عشان كده كنت بستخدمه بالراحه قوي بقى، اللي خايفه يخلص عشان مفيش اي حاجه تانية بيلينج موجوده على الاقل رخيصه او بتعمل نفس الايفكت ده بالظبط لحد ما لقيت ده. فبالنسبه لي طبعا فكره المقاطعه دي هتحسم الموضوع. بس تاني حاجه كمان ان هو مش موجود في الماركت بقى كتير، ده اورديناري بيلينج سولوشن ده. حتى انا لما كنت في المانيا كان بينزل كل البرودكتس بتاعت ده اورديناري بس ما عدا البرودكت ده، مش عارفه ليه. غير كده طبعا حتى لو موجود في السوق المصري هيبقى معدي ال1000 جنيه، وده سعر طبعا خزعبلي. ده برضو مش رخيص، بس على الأقل بينزل عليه اوفرز وأرخص من كده بكتير. طيب خلينا نتكلم على السعر. هنتكلم في ان ده مش متوفر، ولو متوفر هيبقى معدي ال1000، ولو لقيتيه هتلاقيه مثلا في امازون او صيدليات من اللي بتبيع حاجات المستوردة هيكون معدي ال1000. ده سعره في الطبيعي هو معدي ال600. في الاوفر اللي انا جبته فيه كان حوالي 400 جنيه او 400 وشويه، فاستني اوفرز واشتريه منه 400 جنيه، يعني مش وحشين قوي بالنسبه كمان اللي انا هقول لكم عليه بعد كده. من حيث الانجريدينتس الاثنين فيهم الفا هيدروكسي اسيدز او AHAs وبيتا هيدروكسي اسيدز، واتكلمنا في الفرق ما بين الاثنين. ال AHAs بتنظف superficially من على السطح، والبي اتش ايز فيها اللي هي عباره عن الساليسيليك اسيد بتنظف بعمق اكتر، فما بتسمحش للبورز ان هي تتسد او المسامات انها تتسد، وبالتالي مش بتكون حبوب. طيب الاتنين فيهم الحاجة دي، بس ده في يعني ده كقوة ده أقوى لأن في عدد كبير من الأسيدز. فعشان كده يمكن في ناس كانت بتشتكي ان هو كان بيبقى irritating بالنسبه لها شويه او بيلهب بشرتها شويه لان في عدد كبير قوي من الالفا هيدروكسي اسيدز. لكن ده فيهم اتنين بس اللي هم كاتبينهم جلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد، هم دول بس، ومع الساليسيليك اسيد طبعا. الاتنين فيهم عناصر تهدئه للبشره او soothing ingredients علشان يهدي من الاريتيشن دي. ده في حاجة زي سيتريك أو حاجة زي كارو جوس، حاجة يعني أنا قريتها بصراحة من ضمن الانجريدينتس على الويب سايت إن هو برضو في حاجة للتفتيح، وده برضو في حاجة للتفتيح. ده في حاجة calming، يعني حاجة ingredient أنا الصراحة هم مش مكتوب عليهم هنا، بس انا لما دخلت وعملت الريسيرش بتاعي لقيت ان الاثنين فيهم هايلورونيك اسيد، والاثنين ده فيه بانثينول وده فيه ناياسيناميد وفي كاموميل اكستراكت وحاجات. المهم يعني ان هو فيه عناصر تهدئه، وده حاجه it makes sense. فالاثنين بالنسبه لي هم يعتبروا بالظبط نفس الانجريدينتس ونفس الابروتش بالظبط، هم داخلين يعملوا نفس الحاجه، ان هم هيوحدوا لون البشره، هينضفوا البورز بعمق، وهيخلوا البشره كلها ما فيهاش جلد ميت ونظيفه، ويسمح بعدها ان انت تحطي ترطيب تلاقي بشرتك اتحسنت جدا جدا. من حيث السنسيتيفيتي مين فيهم اكتر سنسيتيفيتي؟ بصراحه حسب الانجريدينتس وعوامل التهدئه اللي موجوده فيها، انا حسيت ان ديرميسي هيكون ليه وينر في القصه دي. يعني هو من حيث الاريتيشن او الناس اللي كانت بتشتكي ان ده حرق لهم بشرتهم او مش عارفه ايه، ديرميسي افويدد الموضوع ده. انا شويه مخضوضه من فكره ان الفيتامين سي هم حاطينه هو سيتريك اسيد، ان سيتريك اسيد مع كميه الاسيد دي كتير شويه، يعني ده حاجه irritating شويه. انا مش عارفه هم حاطينه عشان مجرد ان تبييض، يعني يخلوا البشره تبقى برايت اكتر، يعني ناضره اكتر. انا حاسه ان حاجه اكيد هم ليهم حكمه في كده، وفي يعني علماء عملوا القصه دي يعني، او
في معامل وكده، بس انا مش فاهمه وجهه نظرهم قوي، لان دايما بيقولوا لنا ما تحطوش فيتامين سي مع التقشير عامه في نفس اليوم، يحطيهم الصبح وبالليل، بس ممكن يكونوا محطوطين مثلا بكميات معينه او حاجه. خليني اقول لكم بقى الايفكت، لان هو ده اللي هيجيب من الاخر. بصراحة ومنتهى الصراحة، الاتنين عشان تستخدميهم وتبقي من غير ما تيجي تعيطيلي على الشانل وتقولي لي الحقيني ده بشرتي حصل فيها واتحرقت وبتاع، لازم بشرتك تبقى جافة تماما. وعلى فكرة احنا بعد ما بننشف بالفوطة، عشان بس في ناس كتير بتفوتها المعلومة دي، بعد ما تنشفي بالفوطة بشرتك بتفضل جاف دامب، بتفضل برضو فيها مية. فانتي مش بعد ما تنشفي البودر تروحي حاطه ده على طول، نشفي وسيبيه شويه. انا بنشفه واخش اتفرج على مسلسل وبعدين احط البيلينج سولوشن. فدي نصيحتي ليكوا، ويا ريت تاخدوا بالكم. انا الحمد لله جات اهي في الدقيقه الخامسه من الابيسود. ما تحطيهوش على بشرتك وانت لسه غسلاها حبيبتي، سيبيه بشرتك تطلع زي هي ايه ترانسبيديرمال لوس، يعني خلي البشره تفقد كل الرطوبه اللي جواها من الميه اللي انت حطيتيها وبعدين حطيه. دي حاجه. تاني حاجه ان ما تقعديوش اكتر من 10 دقايق. طيب من حيث الايفكت بقى، دي اهم حاجه في الابيسود دلوقتي. بصراحه ومنتهى الصراحه I have a clear winner. درميسي في اليوم اللي انا استخدمته فيه تقريبا thanks to the niacinamide اللي هو مش مكتوب اصلا على في الانجريدينت ليست، في الليسته بتاعت كل الحاجات اللي محطوطه جواه مش موجود نايسيناميد، ومع ذلك انا بصيت الصبح على بشرتي بعد ما استخدمت الدرميسي دي، لقيت ان المسامات صغرت جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه بشرتي كانت برايت جدا، يعني بشرتي كانت نضره جدا ومنوره. هخش اعمله دلوقتي على فكره. تالت حاجه انه فعلا وانا بحطه انا كنت حاسه لا مش هيبقى حلو، لان هو ما لسعنيش قوي. هو لسع ولما ما كانش لسع كنت قلت مش بيشتغل خالص. هو لسع بس مش لسعه قويه، مش اللسعه اللي بتجيلك اول مره لما تستخدمي ده، فهو لسعه خفيفه. وطبعا انا اعتقد ان هم سنس ان هم ما كتبوش البرسنتج بتاعه الاي اتش اي او نسبه الاي اتش اي والبي اتش اي، ممكن يكون ده اصلا اقل شويه يعني ده اقوى منه، عشان كده ممكن يكون بيلسع ناس كتير لكن ده ما لسعش. وتاني يوم بجد اكتر حاجه خدت بالي منها ان هو بشرتي سموث، ما فيهاش مسامات باينه، البورز شكلها صغر وشكلها نضف، كأني كنت امبارح في نوتواياج حد شلي البورز البلاك هيدز كلها وحطلي حاجات تهدي بشرتي قوي. فالصبح لقيت نفسي بشرتي ما فيهاش حاجات ظاهرة، حاجات سودة وكده، وكمان رايقة. فبصراحة شكرا يا مصر. بصراحة يا جماعة والله العظيم أنا الفترة اللي فاتت كنت بستخدم حاجات كتير قوي من مصر. انا تقريبا دلوقتي السكين كير والبودي كير كل حاجه عندي الحاجات ريحتها تحفه، اسعارها تحفه، معموله تحفه بجد. المصريين الفراعنه الاول ناس عملوا منتجات تجميل في العالم، مش صعب عليهم ان هم ينتجوا حاجات حلوه لينا نستخدمها، ومسهلين علينا فكره ان احنا نبقى مقاطعين. انا بصراحه ما حسيتش اللحظه ان انا في برودكت وحش. يمكن مثلا موس شعر، حاجات عبيطه كده، لكن الصراحه كل حاجه دلوقتي عندي منتجات مصريه، وهكلمكم عنها اكتر في الفيديوهات الجايه. عرفتوا مين هو الوينر بتاعنا؟ هو ده. اولا هو مقاطعه، ثانيا سعره حلو، ثالثا موجود في كل حته تقدري تشتريه في يومين بيكون عندك، او لو نزلتي صيدليه دورتي عليه هتلاقيه. هادي على الوش جدا لو خدتي بالك من فكره ان انت تنشفي بشرتك ده، وبيعمل افكت كانك كنتي بجد. والله انا مش بشتغل مع الشركه دي ولا اعرفهم اصلا، وفي منتج تاني جبته منهم وما عجبنيش، بس فعلا كانك عملتي جلسه تنظيف بشره بمنتج واحد بس. انا سبته 10 دقايق على بشرتي وبعدين دخلت نضفته بميه دافيه، وبعدها حبيبه قلبي ما تحطيش بقى يوميها ريتينول، ما تحطيش مرطب. عندك هايلورونيك اسيد، نقطي مرطب، خشي نامي اصحي بشره تحفه، من غير عياط، من غير ما نقعد نشتكي، من غير اي حاجه. ده منتج لازم يبقى موجود عند كل بنت فيكم. تعمليه مرتين في الاسبوع ومكتوب عليه كده، او تعمليه مره واحده وتشفتي مع الريتينول وتدي يوم واحد في الاسبوع بريك لبشرتك ما فيهاش اي تقشير، لا ريتينول ولا فيتامين سي ولا اي حاجه. يوم كده تحطي فيه مرطب بس، لان البشره بتتعب والسكين بارير بيتعب من كتر التقشير والمنتجات اللي احنا بنحطها. شوفي تاني يوم بعد ما توقفي هتلاقي بشرتك عامله ازاي في اليوم اللي انت سبتيه فيه ترتاح. بس فده كان
كويك ريفيو عن البرودكت ده، وهل هو بديل للتاني ولا لا. ايوه هو بديل فعلا للتاني. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انتوا تشوفوا فيديوز اكتر، واشوفكم ان شاء الله. باي باي.